السلام الله عليكم وتحياتي لكم مغاربه العالم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ويجيكم هذا الفيديو ساعه الخير. اخوان، هاد البلاصه اللي كنصور فيها هي مختصه لقناتي الاولى كلاش شمالي. اما بالنسبه لقناه عمادوفيتش عندي فلوقات مناطق سياحيه كنمشيو بالمواسم. بما ان كاين شي ظروف وكذا، عن ان شاء الله باذن الله غنعمل واحد المكان مختص بعمادوفيتش ونبقى نصور تما، وهاد البلاصه نخليوها القناه كلاش شمالي فقط. اللي بغى يزورنا قناه كلاش شمالي مرحبا بكل فرح، الا جيتونا يجيكم الخير. والمكان الثاني ان شاء الله مسكتفوا على الحاله نبداو نشاركوا معكم فيديوهات من ديك المكان تعرفوا عليه حاليا. راه هو فينا هو الاخوان، ايوا هادشي اللي عطا الله راه فين ان شاء الله. اما بالنسبه لهذا المكان هذا خليته فقط لقناتي الاولى كلاش شمالي. قالب تفصيل مواضيع الساعه بالجزائر، مقابلين اصحاب الفبركه والكذوب على المملكه المغربيه بكل وضوح، وتقبلونا الله يجازيكم بخير. يعني الفيديوهات ديالي في كلاش شمالي ما عندها حتى علاقه بهذه الفيديوهات اللي غنبقاو نشاركهم معكم هنايا. عمادوفيتش، تحياتي ولكم المقطع. تبعتونا على سبته، احنا غادي نخليوها لكم ونخرجوا بحالنا منا. كلشي كيقول لك دابا منافقه، قلت سبته اسبانيا ما فيها والو، علاش داخله لا الى اخره. انا جيت نعاود لكم الظروف ديالي والسيتياسيون اللي خلاتني ندخل، غادي نبقى فيكم وغادي نخدم معكم العاطفه، ولكن انا داكشي تفاديته، ما بقيتش كنخدم داكشي. المهم ها مايطه ديالي خاي معايا، خارجين بحالنا، دوزنا احسن باكاسيونيس، سارينا مع راسنا، حطينا فلوس صحيحه حنايا بلا حتى شي فائده، ما كاين حتى شي سولوسيون هنايا. غادي نخرج بحالي والله يسهل على جميع الدراري اللي باقا هنا، الله يسهل عليها، واللي خرجوا بحالهم حتى هما الله يسهل عليكم بما احسن. وهذا اللي كاين، وباقي كنقول لكم لحد انا اقسم بالله ما كتستاهل الدراري يدخلوا لهنايا وشافوا كل شيء بعينهم وعرفوا الحقيقه ديال اسبانيا. صراحه اكفس وقت الانسان يدخل له هو دابا، هذا اللي كاين، والله يسهل على الجميع. الله يسهل عليك والله يفتح لك بيبان الخير. غير هي ما تربطش مسائل الظروف ديالك بالواقع اللي انت فيه. دابا اي وحده ولا واحد شافك يقول هذه مدبره، يعني وانت مذوق ما قلتيها، يعني خسرت الفلوس صحيحه وكذا وهذا، يعني فهمتي الظروف ديالك ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء. ماشي اللي عنده الفلوس ما عندوش الظروف، ولكن زعما بغيت نوصل لك مسائل خاصه خليها خاصه. اما بالنسبه للواقع اللي هضرتي به سبته ما فيها والو. بالنسبه للكونجي سياحه انسان لا قدر يمشي ما يكونش مرتاح، لان هذه الموجه هذه هجوم على سبته، ومؤخرا دابا قوات مساعده للامن المغربي كيعاني مع الافارقه. مناطق مجاوره سبته كامله عامره بافارقه، ما كاين غير بارود، لا اله الا الله والله ماشي تاوي الخير. ولكن هذا المشهد غيوصل صوره حقيقيه لاي وحده غامرت براسها، او لاي وحده طلقت بنتها تمشي او لا ولدها يمشي اشنو كيوقع. هاد البنيته عندها 16 عام، تعرضت للاغتصاب في شاطئ بوقان، شاطئ ميامي. هي كتقول من سلوان، نواحي ديال سلوان. يعني جات مع دوك البنات ودوك الدراري بغات تهاجر، ممكن وقع لها المشكل، حنا ما عرفناش الاسباب، والسلطات هي اللي لا حول ولا قوه الا بالله. بدون تعليق اخوان، الناس خصهم يدوا عبره من هذا الشيء هذا. صافي الا زيد نعلق على هذا الشيء هذا، كاين شي مسائل ندخلوا فيها الوالدين ديالها وكيفاش، ونفس الوقت ما خصناش نردوا عليها اللوم لانها مراهقه 16 عام. الرساله لاي واحد شاف ولادو ماشيين وقال لهم سيروا الله يسهل عليكم كانهم غيمشيو يدخلوا الجنه، وهادشي راه كان مدروس، فتحوا بيبان، قتلوهم بالجوع، قهروهم بالجوع، ورجعوا في حالهم. صافي اللي بقى تما راه بقى تما، واللي عيردوه واللي رجعوه اللي عادي يمشي. المهم بين قوسين هادشي اللي وقع لهاد البنيته هادي ما تبغي حتى شي واحد، ما تبغيه حتى شي واحد ولو يكون العدو ديالك. هذه رساله للامهات، فيقوا ولادكم على الواقع. بلا ما نزيدو ندخلوا في التفاصيل، لكم مقطع التالي. لا ما نديروش عليكم، اما كاين شي وحدين ماشي بعقلهم غادي يديروا بحالكم، وغادي تولي الطائفيه في البلاد قتلني نقتلك. فهمتوا لو دونجي خوتنا؟ هذا هو لو دونجي. العياشه سي ان دونجي اللي يشهد التاريخ، ماشي الشعب اللي بداها، هما هاد العياشه. هاد العياشه داروا تير في المغرب، هاد العياشه باش يديروا لهم اللايكات، غير اللي بغات شي لايك وبغات شي ابوني وبغات توري ضليعاتها، ولا شي شنطه باغيه تلعبها وطنيه وهي ماده والدتها للعالم، تجي هنايا تربي ولد البلاد تقول له تهدده. هادشي خطير. في خباركم ولا لا؟ في خباركم اي دوله فيها قانون؟ هنا مثلا في فرنسا. باختصار، هاد السيده اللي كتهضر في اللايف واللي كتنتقد هذيك السيده اللي معاها في الهاتف ديالها،
هذه جزائريه ولاعباها انها مغربيه وكتهضر في هذه المواضيع ديال الجيل زيد ما جيل زيد اللي يخلقوا موضوع هما من عندهم وهاشتاغ من عندهم من الجزائر. ولهذا قلت لكم في الاول كلاس شمالي عامل بهذا المقطع هذا كنهضر فيه كنفضح فيه هذه السيده باللي هي جزائريه ولعباها كانها مغربيه بجنسيه مغربيه وهي هي كتحرض بالعربيه. قالوا 7 ما كان والو. قالوا كيزوروا منشورات وكيحطوا على اساس منبع او الموقع باش تنشرت من المغرب وهي من الجزائر. قالوا 7 ما صدقتش، 9 ما صدقتش، 15 في شهر 8 ما صدقتش. والحقيقه شنو هي هما عاملين هذا الهاشتاغ هذا باش يعملوا لنا الفتنه في البلاد. حقيقه هادو كنسميهم حنايا ابواق الكبرانات. وهي جزائريه عايشه في فرنسا ولكن كتقول انها مغربيه وكتدافع على اولاد البلاد. علاش؟ حيت شي صناع محتوى كيهضروا في هاد الامور هادي وكيفضحوهم كيفرشوا الحسابات ديالهم والاموال اللي كتوصلهم. قصه طويله وداك الشيء. مرحبا بكم كلاس شمالي اللي بغى يدوز لعندي يتعرف على هاد النقاط هادو وداك الشيء اللي قدرنا عليه كنوصلوه للمشاهد. تحياتي وعطينا المقطع التالي. Il a reçu sa canne. Le Maroc est beau, vive le roi. L'homme vit au roi. Le roi est... L'homme vit au roi. الافارقه طاحونا على الكدها باش داخلين علينا تا هما بداو كيعليو الصوره ديال الملك يقولوا تحيه الملك وعاش الملك. ايوا ما باقي والو يهزونا حنا ويجيو لبلاصتنا. الصراحه هي هادي قسما بالله احتلال. دابا مشكله ما كيقدروش يمشيو للجزائر ويستقروا ويقراو. باش عرفوا نعطيكم هذه المعلومه علاش الجزائر كيضربوهم كيحاربوهم ما كيعطيهمش الحق العيش ديالهم الحريه ديالهم. محرضين لا من عند الامن ولا الشعب كيتعاملوا معهم بعنصريه. حقيقه يعني ما يقولها لكم حتى شي واحد ولكن من ارض الجزائر وصلونا الفيديوهات. تحياتي بحال هذا النقاش هذا كنخلي في قناه كلاس شمالي ولهذا غنسيباري معكم خدمه المقاطع اللي نجيبوها عاديه وما عندها حتى علاقه بالجزائر. تحياتي. الصراحه ما بغيت تفهم والو ولا لاحظتوا معايا مول الجلابه زرقاء في هذا الموسم هذا ما عرفتوش فيه واش مكناس ولا ما عرفتي زعما مدينه الصراحه الله. قال لهم مالو هذا زعما اش عنده علاش طاح لي رجلي كيبوس لي رجلي فداك اللقطه اللي دابا حاليا راه موضوع الساعه الاخوان. ما عرفناش هذا السيد شكون هو وهذه طقوس كيعملوها من العام لعام ولكن هاد الناس هادو اللي كيعطيه الفلوس اللي كيعطيه كذا اللي كيعطيه كذا جاي ياخذ طحلو على رجلو على يدو على راسو ما شنو عندي منه زعما ما نعرف. حنا ما كندخلوش في هاد الامور هادي خليو دائما اهل اختصاص هما يتكلموا في هاد المسائل هادي. تحياتي لكم وشوفكم حلقه مقبله ان شاء الله. كان معكم عمادوفيتش. شجعونا الله يجازيكم بخير اللي عجبكم محتوى ديالنا.